أغرب طريقة صيد ممكن تشوفها في حياتك كلها. يعني لو السمك قاعد مستنيه مش هيحصل معاه الكلام اللي احنا بنشوفه ده. اتفرج كده وركز وتحس ان السمك فعلا قاعد مستنيه. طريقة غريبة، واللي يعرف الطريقة دي يكتب في الكومنتات ايه الطريقة دي، اللي هو بيصطاد السمك ده قاعد مستنيه تحت، ولا ده حوض، ولا ده ايه. بس هي باينه اللي هي بحيره. بس اتفرج الراجل ده بسم الله ما شاء الله، اصطاد شويه سمك من غير اي مجهود خالص خالص. يعني اتفرج كده، السمك طالع ايه صاحي، بسم الله ما شاء الله، حاجه تفتح النفس على الاكل. يعني شويه السمك، في حد جرب ياكل السمك طازه قوي؟ بيبقى طعمه خيال خيال. بتفرج بقى على الراجل ده بجد، لما بيصطاد السمك اصطاده. انا مش عارف، انا اتفرجت على الفيديو ده كذا مرة، مش متخيله بصراحة. تحس ان فعلا ان السمك فعلا قاعد مستنيه تحت. المهم بتفرج، وفي سمك بيصطاده وبيقع منه تاني فما بيحطوش في دماغه، لانه بسم الله ما شاء الله يعني عنده الخير كتير جدا. اتفرج كده بقى وقول لي يا سيدي الناس، لو عندك فكرة صغيرة جدا ان السمك ده بيصطاد ازاي، يعني عرفني، لان انا بحب اعرف المواضيع دي. انا بشوف ناس بتبقى عيني قاعده متشمسه طول اليوم علشان تصطاد سمكه، وفي الاخر السمكه دي تطلع صغننه جدا قد كده، وبيبقى مروح فرحان، وفي الاخر بيرميها، بس بيقول لك انا اصطدت احسن ما طلعت، احسن ما اطلعش باي حاجه خالص. بس اتفرج كده، انا اصلا واحد من الناس بحب الحاجات الصاحيه دي. يعني بحب السمك الصاحي، الحاجات الصاحية دي بحب اقعد العب معاها كده. طبعا انت هتقولوا لي بقى انت ايه والكلام ده، هقول لك يا عم انا بحب كده، خلاص بقى هنعمل ايه. وعلى فكرة في ناس كتيرة زيي، واللي زيي ايه يكتب برضو يعرفني، يعني انا لوحدي ولا في ناس كتير زيي. بس انا متأكد ان في ناس كتير زيي. بس اتفرج بقى على الراجل ده، بص يحط ايده تحت الصخرة دي يطلع السمك. غريب جدا هذا الرجل. اتفرج كده، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، تحس ان هم قاعدين متجمعين ليه. Yan, ayun. Bisa namin dyan. Harangin, harangin. Harang mo dyan. Yan ay. Ilalim mo pa dyan. Laliman mo pa. Marami yan. Puti, may sinuot mo. Marami? Marami. Allah. Marami. Marami, di ko na sila manghawak kaya naharangan. No? Oo. Harangan na. Allah. Marami. Grabe ay.